بنطالب بالتثبيت بتاعنا، لان احنا بناخد 250 جنيه. تمام. خد حضرتك 250 جنيه ما كلوش طفل في البيت عندنا. تمام. وكل واحد فينا عنده مش اقل من 6 افراد. طب حضرتك بتقول لي ان المحافظ التقى معاكم النهارده؟ المحافظ سيادتك دخلنا القاعه النهارده واجتمع معانا وقال النهارده ان اللي بياخد 250 هياخد 480 وهنساوي الرؤوس كلها زي بعضها. المحافظ قال كده. وده راجل يشكر الاستاذ المحافظ ان عمل معانا العمل ده، ان سوى الرؤوس كلها زي بعضها. انما سعادتك دلوقتي الحد الادنى ما طبقتش علينا، واحنا كل يوم بنسمع في التلفزيون الحد الادنى والعامل هياخد الحد الادنى، وفي ناس بتاخد بال 200,000 جنيه واحنا مش عارفين نصرف على عيالنا. 43 واحد شغالين في المرور من 2006 تعاقد، جم في 2007 عملوا لنا عقد تاميني. عقد تاميني. تمام سيادتك؟ اتضح النهارده ان احنا العقد التاميني اتعمل لنا من 2007 ل 2008، وجبنا ورق الكلام ده من التامينات، ولقينا ان احنا مفصولين في التامينات من 2008، مع العلم ان هم بيخصموا مننا مستحقات 200 جنيه في الشهر لحد النهارده. جم في 1/1/2013 قالوا ان انتوا دخلتوا على باب اول. ازاي ان احنا دخلنا على باب اول؟ دفعه قسموهم على دفعتين. ازاي الدفعه الثانيه مرتبها زايد عننا وهم بيخصموا مننا؟